ألف سلام عليك يا أستاذ شوقي، أخبارك إيه دلوقتي؟ وانا فين؟ ايه اللي حصل يا سعادة الباش دكتور؟ مفيش يا سيدي، كنت في غيبوبة وعمال تقول والله مناعتك يا سندس، والله مناعتك يا سندس. عملنا لك كل التحاليل والفحوصات لقيناك كويس يعني. طب وبعدين يا دكتور انا اغمى عليا ليه يعني؟ والله يا أستاذ شوقي إحنا خدنا منك عينة دم وهنحللها لأننا شاكين إنك مريض سكر. يا عم قولي ليه، انا حاسس ان انت اللي دكتور عسل. يا باشا لا، أنا مش بجاملك، أنا بقولك أنت مريض سكر. يا دكتورة والله من غير مجاملة برضه انت دكتور عسل. مفيش فايدة. المهم يا سيدي ما تقلقش خالص، إن شاء الله هنعرف سبب الإغماء ده إيه. طب ما تعمل تحليل سكر يا دكتور، يمكن يطلع عنده سكر. يا دكتور ما عندكوش معمل تحليل ولا ايه؟ يا رب الهمني الصبر. مهم الزيارة كمان ساعة، مراتك وقرايبك جايين مستنيين بره. يا دكتور لا ما تدخلهمش، قول لهم حالته حرجة وما عنه الزيارة يا باشا، والنبي يكتر من كشوفاتك. عادي طالما أنت مش عايز تشوفهم مفيش مشكلة، قول لهم مفيش زيارة يا مسيحة كام. اوعى من قدام ده ما ورث عايزين من نشوف بلد. حبيبنا. كده انت وهو. إيه يا جماعة الدوشة اللي بره دي في إيه؟ ايه يا شقشوق، هم مانعين عنك الزيارة ليه؟ ما انت زي القرد اهو، ولا انت مش عايز تشوفني بقى؟ لا سندوس انا مش عايزك تشوفيني في الحالة دي. لا مالكش دعوة، انا عايزة اتفرج. ازيك يا جوز بنت خالتنا، الف سلامة عليك يا حبيبنا. ازيك يا حمو انت والنق، اخباركوا ايه؟ جايبين لك بقى كيلو موز يستاهل بقك، والقرآن لفينا دمياط كلها ما لقيناش اللي عند ابو اشجاع. تعبتوا نفسكم ولا لا يا اولاد؟ ليه كده بس؟ شد بس انت حيلك كده يا حبيبنا وقوم لنا بالسلامة. قول لنا بقى يا حبيبنا لما تقوم بالسلامة بقى عدى على ابو اشجان عشان تحاسبه على الموز. تعالى يا دكتور طمنا على شقشوق. اطمني يا مدام. بس كده خلاص؟ ايوه امال انت فاكره ايه يعني يا مدام؟ الف سلام عليك يا ابن جدي. ايه اللي حصل؟ العظمه كبرت ولا ايه يا جدعان؟ تسلم يا عمدي، شوية دوخة بس وزغللة كده. الف لا باس عليك يا حبيب اخوك، جايب لك بقى كيلو تفاح يستاهل الشلضوم الله الوكاء. تعب نفسك ليه بس كده يا عمدي؟ هنتعب لا اعز منك يا ابن جدي، يبقى بس عدى على ابو اشجان عشان تدفع حقه. يا لهوي، حتى انت تكسل يسلك. ابو الشوق يا غالي، الف سلامة عليك يا اشيخ الحت. تسلم يا ابو اشجان، جاي تطمن بنفسك عليا؟ لا يا شقشوق، ده مش جاي يطمن، ده جاي يأمن. اما تقوم بس بالسلامة بعد عليا في المحل. ها يا استاذ شوقي عامل ايه دلوقتي؟ الله يا دكتور الحمد لله، بس حاسس بكرشة نفس كده. لا لا ما تقلقش، ده طبيعي عشان مراتك واقفه، بس مجرد ما هي هتمشي نفسك هيظبط ان شاء الله. المهم نتيجه التحليل طلعت كويسه وما فيهاش اي حاجه. يعني ما عرفتش برضه يا دكتور مين اللي كتب نفسه بالمخدة بالليل وهو نايم؟